عم بتشموا العفن؟ العمى شو هذا؟ الهيئة الجامعة اتفقوا على قانون انتخاب طالعة ريحته. قال بما انه انا مسيحي ممنوع صوت لحدا الا اذا كان مسيحي، ع اساس انه انا السياسي المسيحي بيمثلني والمش مسيحي بيمثل غيري. السياسي اللبناني شيل دينه عجنب ما بيمثلني، ما بيمثل حدا. السياسي اللبناني شيل دينه عجنب بيمثل علينا كلنا يا بابا. هلأ الخبرية المهمة انه الزعماء انقبروا واتفقوا على انه لبنان رح بيصير رسميا بلد طائفي. مبروك. يعني اذا كان في امل انه نطلع من الطائفية، ايه ما عادش فيه. هلأ صار وقت نغطس بالطائفية. هيك طلوع مش عم نقدر نطلع منها. انزلوا فيها نزول، اغطسوا، شكوا. بكرة بعد الانتخابات الجاية حضروا حالكن لنبلش نبني لبنان عن بوجديد. حضروا حالكن بكرة لانه الموارنة رح بصفوا ممنوع يسجلوا بقى الا بجامعات تابعة للبطريركية. الدروز مش مقبول انه يشتروا حليب وكورنفليكس الا من عند الدروز بقى. الشيعة مش مقبول يشتروا كحول الا من عند الشيعة. شوفوا شو بدكن تعملوا. والسنة مش مسموح يشجعوا الا الرياضي بقى. السياسية اللي بيحكوا على التلفزيون ممنوع يحكوا مع حدا من برات دينهم. انا ما بقعدش فيني اسمع على ناصر قنديل او وئام وهاب او الشيخ الاسير او عقاب صقر لانه مننش منا. يمكن هيدا الشي الوحيد الايجابي بالموضوع. هيك كلنا منرتاح من انه نسمع 90% من السياسة اللي معفنين اللي من برات الطايفة، ومنضلنا مبلوفين 10% من السياسية اللي معفنين اللي من جوات الطايفة. بس بتعرفوا شو؟ نقرطنا فيها هيدي. إذا صار ممنوع نسمع لحدا إلا إذا كان من طائفتك، شو يعني فيروز ما بيعود يسمعها حدا غير الأرثوذكس؟ ما مفهومة. هيدا مخطط أرثوذكسي شكله لا يحتكروا فيروز لإلن، منشان هيك سموه القانون الأرثوذكسي. وأنا بما إني ماروني مسجل بدايرة النفوس، ممنوع بقى تعملولي لايك على الفيسبوك إلا إذا كنتم موارنة مسجلين بدايرة النفوس. كل حدا علماني لايك بهالبلد اشطبوه، العنوا وعرضه، لأنه بهيك قانون يا تقبروني ما بقاش في حدا رح بيمثله. تحيا الطائفية، عشتم وعاش لبنان بلد طائفي مقسم محروق دينه. احتراماتنا.